السلام عليكم. عايز تعرف ليه الزمالك واصل بيه الحال اللي هو بيتغلب من طوب الارض واللعيبه مش فارقه معاها والاداره مش فارق معاها؟ ما خلي بالك اما يكون صوت نادي الزمالك هو قناه نادي الزمالك، المفروض اللي هي تتكلم عن الجماهير اول حاجه وعن حقوق نادي الزمالك، ولو في غلط لازم أن تطلعه وتقول انا عندي واحد اتنين تلاته، ما تطلعش مبرر للغلط. فبالتالي انت بتسمح لي اللي انا اغلط تاني، ما انا عندي اللي بيطلع يطبل لي واللي يطلع بيدافع عني وانا غلطان. فاسمع الفيديو ده وانت تعرف ليه نادي الزمالك وصل للدرجه دي. اسمع بقى. لما يبقى رقم قياسي في اسرع هدف شلبي، لما يبقى هاتريك، ثالث هاتريك في تاريخ الزمالك الافريقي، انت يا كابتن واحد وعبد الحليم واحد، هاتريك يعني، وعبد الحليم هاتريك، وناصر منسي يسجل هاتريك. فاذا في 3 هاتريك. ده فين؟ في افريقيا. انا سجلت فين؟ في افريقيا. افريقيا. كابتن جمال عبد الحميد ما جابش هاتريك؟ جمال عبد الحميد هاتريك. جاب اعتقد جمال جاب هاتريك. لا جمال عبد الحميد وانت بس يا كابتن. انت مش فاكر يا كابتن سجلت؟ لا قول لنا. لا ده تاريخ. استاذ عبد الشافي فاكر بقى. والله. يا والله يا كابتن جوجل بيقول كده. والله ما فاكر. لا انا مش فاكر جبت فين ال3 اجوان، بس احنا انت بنقول افريقيا ما قلتش افريقيا. هو كان الكابتن جمال اعتقد ولا الكابتن عبد الحليم؟ ولا كابتن جمال كابتن عبد الحليم. عشان انت قاعد قدامه بيجامل. انا ما اكذبش، بيجامل. خالد بقى ابو العيون هو اللي يقول لنا. لا يقول لنا بيجامل. بس انا بتكلم انت جبت 3 القضيه. اجوان مش الموضوع يا كابتن. معقول يا كابتن يا مصطفى هجيب انت 3 اجوان؟ لا انا جبت 3 اجوان في الدوري فاكرهم. انت جبت 80 هدف يا كابتن. انا بتكلم على الهاتريك. قول لهم والنبي. الهاتريك كابتن جمال عبد الحميد وكابتن عبد هل هقول الحليم. الكابتن ممكن جمال وعبد الحليم. انصح عبد الحليم وكابتن جمال. انصح المعلومه. عبد الشافي. احنا في رمضان هقعد اقول بقى انا يبقى الكابتن عبد الحليم. لا انا عمال هو بس لما قال المعلومه فانا بفتكر جبت 3 اجوان امتى. مش ممكن تنساها ابدا. تجيب هدف. انا بقول لك في اسكو اول مباراه ثاني مباراه ليا في الزمالك جبت 3 ده مش بتكلم على الدوري يا كابتن. افريقيا. لا مع لما ناصر منسي يظهر بالشكل ده يبقى صفقه ناجحه. هو ده بقى الاعلام بتاع نادي الزمالك. هو الراجل اصلا مش فاكر اللي هو جاب 3 اجوان، والتاني مصمم اللي هو جاب 3 اجوان، وجوجل ما بيغلطش. كل ده بيمهد اللي ناصر منسي يعني ايه صفقه ما حصلتش. المستشار عمل كل حاجه عشان جاب هاتريك. يا عم ما انا طول ما انا عارف ان الاعلام ده هيطلع يطبل، يعني الزمالك منهار خارج من كل البطولات، مفيش اداء، وبطلع اطبل للعيبه، فاللعيبه هينزل تاني ماتش عادي مش فارقه، فما في حد بيطبل لي. اما الاداره تبقى عارفه اللي هي هتفشل وفي ناس هتطلع تطبل لها، فخلاص هفشل. هو ده اللي بيدير نادي الزمالك، وهم دلوقتي اللي بيوقعوا نادي الزمالك. لكن لما واحد يقول كلمه حق يبقى وحش، يبقى مش زملكاوي. لكن دولت الزملكاويه. تيجي بقى على احمد جمال لما طلع من قناه نادي الزمالك امبارح من يومين بيذم في زيزو. انا ما يفرقش معايا اللعيب اللي يجيب جون ولا 2 من ضربه جزاء في الدوري، انا اهم حاجه اللي يوصلني نهائي افريقيا. طب انت كنت تقدر تقول كده وانت في نادي الزمالك؟ ما كنتش تقدر، كنت سمعت كلمتين. لكن هو ده حال الاعلاميين في نادي الزمالك، الا من رحم ربي. اي حد شغال في نادي الزمالك هيبقى التطبيل هو عنوانه، واللي هيقول كلمه حق هيطلع بره، واول لما يطلعوا هيذموا في نادي الزمالك وهيغلطوا في الاداره وفي اللعيبه. هو ده يعني للاسف هم دولت اللي بيجيبوهم في نادي الزمالك، في قناه نادي الزمالك. طول ما انا شغال في القناه الزمالك حلو والاداره حلوه واللعيبه حلوه، واحنا اصلا ضايعين، اداره فاشله وكاس مصر طالعين والدوري ما فيش، وكاس الرابطه طالعين، ودوري ابطال افريقيا طالعين، وفي الاخر اللعيبه تمام. اول لما اخرج اشتغل في قناه تانية وبقى هبان على حقيقتي بقى، هقول الحقيقه. فعشان كده انا بمهد للغلط، فبالتالي اللعيب بيبقى نازل كل ماتش عارف اللي هو يعني عادي، ما انا هيطلع يتطبل لي وهيطلعوا لي مبرر، فايه يا عم اتعب واجري ليه؟ والاداره كذلك. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.